اول حاجه احضر قالب الصابون، واجيب اي شنطه بلاستيك، اي بلاستيك عندك، وابطنها واروح ركنها كده على جنب. تمام. بعد كده انا كنت حاطه ربع كيلو بطاطس يا جماعه، ربع كيلو بطاطس على كوبايه ميه واحده، ركنهم على بعض عشان كان فعاليته جامده. اول ما حطيته على طول، عشان حطيت الميه طلع بخار جامد. قلبيه كده شويه وسيبيه برده على جنب. ما شاء الله حامي. ليه؟ هقول لكم ليه. عشان انا كنت جايباه في الكيس ده، ودايما كل ما اجيب البطاطس لازم اطلب كيس اسود، عشان التفاعل بتاعه مع الضوء بيقل من الايه، من الفعاليه بتاعته. تمام كده. ابتدي كده كل شويه اقلب شويه وابعد، عشان الريحه جامده جدا يا جماعه. خلي بالك ما تحطيش اكتر من كوبايه. ليه؟ عشان يتصلب بسرعه. تمام كده. بقى ايه، قلبت شويه، ابتدي بقى ايه، اجيب بقى ايه حاجه اصفي فيها الزيت. تاني خطوه ابتدي بقى ايه، اصفي الزيت المستعمل. انا عندي كده كان زيت انا كنت ناسياه يا جماعه. اي زيت عندك كل ما يبقى قديم كل ما يصلب منك بسرعه. كان عندي ازازه، كان في شويه في الطاسه، وازازه انا ناسيها من زمان كان تحت الحوض. ماشي. كل ما تبقى يا جماعه اتقل كل ما تديكي صلابه اكتر. تمام ماشي. دي ازازه ونص، وعندي شويه كمان في الطاسه هحطهم. اول حاجه عندي احسن من المصفى يا جماعه، في دي بنجيب بيها الاكسسوارات بتاع البيت. اي اكسسوارات جايباها مثلا، العدسه السحريه، اي حاجه، اي اكسسوارات كان عندي، هبتدي بقى اصفي بيها الايه، البطاطس. ماشي. ده استخدامات كتير ما ترماش، احنا بناخدها كنا زمان بنرميها، دلوقتي ما ترميش اي حاجه، استغلي اي حاجه مش هتخليكي فيها ولا شوائب. ابتدي كده واحده واحده اصفي ايه، الزيت. سمي الله كده. ابتدي بقى اصفي الزيت، مش هتخلي لك فيها ان شاء الله اي حاجه. ماشي. انا كده خلاص عملت اول ازازه. شوفوا كميه الشوائب يا جماعه، شوفوا ما بتخليش اي حاجه. البتاعه دي بتيجي مع اي اكسسوارات بتجيبيها. بصوا بسم الله ما شاء الله. اصفيها كويس جدا. قطعت الحته. ابتدي واحده واحده بقى كده اركنها في طبق، عشان لسه هصفي الازازه التانية، واجيب بقى البطاطس. تمام. طبعا هتاكد ان كل البطاطس دايب يا جماعه، ما تستنوش ان هو يبرد، صدقوني اتبعوا الايه، الطريقه دي. سمي الله وقولي بسم الله. زوي بقى على قد ما تقدري. ده عباره عن ربع كيلو بطاطس، وعندك كمان ازازتين زيت. هو بقى ده مقدار ثابت عندك. ماشي. حطوهم على جنب. بصوا يا جماعه، زي ما انا قلت لكم، هاتوا البطاطس حطوه في كيس اسود. لازم اول ما تشتريه وبعديه عن اي ميه واي ضوء، حطيه كده ان شاء الله في اي درج عندك مركون. صدقيني هتصلب معاكي بسرعه. اسيبها شويه، لو ما تصلبتش سيبيها شويه، ما تقلبيش. قلبي وسيبي، ما تقلبيش ورا بعض. الازازه الثانيه برضو نفس الكيس، ممكن تفضيه وتغسليه عادي، تحط في كلور وتستعمليه كذا مره. لو عندك زيت بيتبقى عندك، هتقولوا مفيش زيت، لا والله بيتبقى اهو، ما هو بيتبقى عندنا. طبعا مش عشان غالي، عشان صحتنا نقول لا خساره. مش خساره، كده كده انت هتشتري صابون بتمن الصابون، اعمليه احسن وانضف في بيتك. كده خلصت. وعندي كمان شويه في الطاسه كمان، دول كون عندي احطهم عليهم. يبقى كده يا جماعه ازازتين زيت بالظبط، يبقى ربع كيلو بطاطس على ازازتين زيت بالظبط. بالراحه كده ما شدش، سيبيه بقى ايه يتصفى براحته. طبعا احط طبق جنبي كده، عشان ايه الزيت بقى ايه ما يغرقليش الدنيا كلها. كده مية مية. قبل ما احط كميه الزيت التانية اقلب دي جامد كده. بصوا تحس ان هي تقلت معانا. بصوا يا جماعه، عشان عملته قبل كده وقالوا لي لا ما تحطيش وهو سخن. لا والله حطيه وهو سخن هيعمل معاكي بسرعه. ما تحطيش برده، اقلب. ماشي.
واحط بقيه الحاجه، ما احطش برده الزيت مره واحده، احط كده. بصوا الزيت يا جماعه كان اسود وشكله عامل ايه. اعملوا الطريقه دي، لو عندكم الكيس ده اتبعوه، جميل جدا واستعملوه في كل حاجه. خلينا انا مش هقطع وهقلب، حتى لو ما عملش مني انا بسيبه وبرجع اقلب تاني. طبعا اثناء كده احنا بقى بنحط له شويه اضافات بتعادل الايه القلويه معاه وبتظبطه وبتخليه يتصلب. عندي بقى شويه ملح، عندي ملح كده، خد قد معلقه كبيره ملح. تمام. طبعا انت لو حاسه ان البوتاص كميته عاليه حطي بقى ليمون، عادلي القلويه، لان الهيدروكسيد الكالسيوم البوتاسيوم الصودا الكاويه اللي هي هيدروكسيد البوتاسيوم يا جماعه ديت لما بتبقى كتيره بتعادليها باي حمض، ليمون او خل اللي هو اسيتيك اسيد. قلبي بقى وهنسيبه شويه ونرجع نقلب كده بقى. اول ما تمسكيه ويعمل كده في فرق كده يقعد شويه، يبقى كده خلاص مساله وقت وهيتصبن. ماشي، هتسيبيه يتصبن على طول وتصبيه هينشف على طول ان شاء الله باذن الله. لكن لو انت هتستعمليه حاليا يعني هتستعمليه على طول، مش تستني من 3 اسابيع لشهر او من اسبوعين لشهر عشان السلكه ما تتحرقش في ايدك او ايدك بتاكلك. لازم انت ايه تحطي دقيق. ما تسمعيش اللي يقولك لا لا ما لا، انا بقولك بامانه لازم تحطي دقيق. ليه بقى؟ عشان وانت هتكرهي نفسك وانت بتيجي تدعكي، لان احنا دايما اللي بتبقى عامله صابون بوتاص في بيتها بيبقى لازم تستخدمه على طول، فاحسن لك حطي دقيق. انا دلوقتي انا بصي هو خلاص اهو، بصي ما شاء الله اتصبن كده. ها مساله وقت هيجمد شويه اسيبه، بس انا مش هستنى، انا هحط على طول ايه من ربع كيلو ماشي لاقل من نص كيلو دقيق معاكي، وتاخدي كده بالراحه وتدوبي بسرعه كده. ماشي، هيديكي وينشف معاكي في ثواني ان شاء الله باذن الله. ولا اي حاجه، ولا احط برسيل جل زي ما بيتحط ولا اي حاجه، انا عايزه صابون بلدي خالص زي اللي بنشتريه، ويمكن كمان احلى لان كميه الزيت فيه احسن، لان هما كلهم بيحطوا نشا وحاجات تانية اضافات تانية، لكن ده كله زيت وانتوا عارفين الزيت دلوقتي غالي. فالغش ايه بقى دلوقتي؟ الله ينور، الله المستعان. ماشي، ابتدي كده بالراحه احط واقلب، التكتلات دي مع التقليب بتروح. بس انا دلوقتي عايزه اوزن الايه شكل الصابون يبقى ايه ماسك وحلو لما يجي اصبه في الاوائل. تمام كده بقى، بسم الله. تبقى كده ده عباره عن ربع كيلو دقيق، اقلبه واشوف هيكفي ولا لا. كده حطيت بقى كده الدقيق، هتعملي بقى بالمضرب لو خرز منك الدقيق، وتبتدي بقى كده واحده واحده تعملي كده لغايه ما يبقاش فيه اي دقيق. تمام. لو برضو فضل منك ما صلبش تحطي نقطه ليمونه، ما صلبش كده انت بتعادلي يا جماعه، بتعادلوا الصابون لما تحطي. ده الصابون يا جماعه اللي انا كنت عاملاه، بس هو لونه خفيف شويه بس تحفه جدا في الرغاوي. تبتدي بقى تحطي كده، شوفي كل ما بحط بيتقل معايا. ليه انا بعادل؟ لان الصابون نفسه قلوي، لا احط شويه قلوي ونحط شويه ليمون شويه نقطه ليمون ونقطه ايه صابون لغايه ما يظبط معايا المعادله. بصي يا جماعه جبت بصي كان سايل خالص، بصوا مش مدي كمان، بصوا اهو حطيت كمان هيتقل جامد، بس انا مش عايزاه يتقل عن كده. احطه على طول في ايه في القالب ان شاء الله باذن الله هتشوفوا نتيجتكم. النتيجه بتاعته وهتبقى نتيجتكم قصدي النتيجه بتاعته تحفه جدا وهتعجبكم. عايزاه تخين زي ما انا عاملاه كده حطيه في قالب صغير ما يبقاش كبير. عايزاه رفيع حطيه في طاسه في اللي هو الصاج، عارفين صاج الخبيز، يبقى الصابونه رفيعه كويسه. تمام. هنسيبه بقى شويه لما ينشف ونرجع تاني. حتى بقى الباقي ده نشوف اختبار قبل ما ينشف ولا اي حاجه، هنشوفه كده. ماشي، هنعمل كده بالمضرب. بصوا يا جماعه شوفوا طالما عامل رغي كده يبقى صابون نجح، بس هو عايز فتره من الوقت ان هو ايه ينشف. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هنختبره بقى بالسلكه.
انا احط بايدي اهو عادي، عشان انا حاطه فيه دقيق يا جماعه، عمره ما هيلسع خالص في الايد ولا ياكل في الايد ولا يبري السلكه خالص، تحس ان السلكه اتحرقت في ايدك. ماشي، فعشان كده احنا بنحط دقيق عشان الاستعمال. جميله جدا. اهي سلكه كمان اهي. بصوا يا جماعه، من قبل ما ينشف ولا يقعد حتى، خلاص يعني لسه يا دوبك. او بصوا يا جماعه، لسه انا صباه او لسه مع ايه. بصوا يا جماعه كميه الرغوي، احسن صابون ممكن تعمليه وتحفه جدا يا جماعه في التلميع. نبتدي بقى اول ما تحس ان هي شدت معاكي ابدأي قطعيه، لان لو نشفت وقطعتيها مش هتتظبط معاكي. هي لسه طريه بس احنا هنقطعها وهنسيبها، بس هتفرفت منك سيبيها. ابتدي بقى كده حسب السمك اللي انت عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله ما شاء الله، اللهم بارك. كل كمان ما تقطعيها كل ما تديها مساحه كده، انت بتدخلي هوا جواها فتنشف معاكي بسرعه. كده حجمها جميل وسمكها اجمل، حلوه تخينه كده جميله تملى العين. ماشي، طبعا الزيادات دي بتتظبط. ادي الصابونه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لو نشف هيبقى في منتهى الجمال. طبعا انتي ما تسيبوش كده، سيبيه بقى كده لما ايه ابعديه عن بعض عشان ينشف بسرعه. كده بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه جميله، يعني الواحده تقعد ما شاء الله، جميله تحفه. يعني لو عجبك الفيديو بقى حطي لي لايك او اشتراك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.